السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لو أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي منى أحمد وقناتي اسمها مونيتا كيتش. سبق وعملنا مع بعض نواعم العيد، عملنا كحك العيد الدايب، وعملنا كمان بسكوت الزبدة المقرمش والبيتي فور والغريبة الدايبة جدا. النهاردة بقى ختاما لنواعم العيد هنعمل السابليه القمر اللي قدامكم ده. السابليه بتاعنا النهارده سابليه فرنساوي ب3 مكونات فقط، وهما دقيق وسكر وزبده. مش هنحط بيض، مش هنحط بيكنج باودر، مش هنحط نشا، مش هنحط اي اضافات تانية، وهنعمله بطريقه سهله جدا جدا. وزي ما انت شايفه تشكيل سوبر ستور، يعني بجد شكله من افخم محلات الحلويات. هنعمل منه ميني تارت زي ما انتم شايفين، وهنعمل كمان سابليه البابلز القمر اللي قدامكم ده، وهنعمل السابليه العادي السواريه، وكمان هنعمل السابليه البونبون. ومعانا بقى اشكال شوكولاته ولعب كده وشويه حركات. بجد هندلع السابليه بتاعنا النهارده اخر دلع. يعني كل اللي هيشوف السابليه بتاعك وهيدوقه مش هيصدق ان انت عاملاه في البيت. ده بقى القمر الكبير بتاعنا النهارده، سابليه البونبون، عاملينه بحشوات مميزه جدا جدا. يلا بينا بقى ندخل الفيديو بتاعنا بسرعه ونشوف هنحتاج للسابليه القمر ده ايه وهنعمله ازاي. زي ما اتفقنا احنا هنحتاج 3 مكونات فقط، لان السابليه بتاعنا النهارده سابليه فرنساوي. هنحتاج 750 جرام من الدقيق يكون منخولين كويس جدا، هنحتاج 500 جرام من الزبده بدرجه حراره المطبخ، وهنحتاج 250 جرام من السكر البودر المنخول. تمام. هنضرب بقى كل المكونات مع بعض في العجان بتاعي او بالمضرب زي ما انتم شايفين كده، ولغايه لما يتجانسوا مع بعض والعجينه بتاعتي تخلى ويبقى معايا عجينه تحفه ملهاش حل، عجينه طرط تحفه. زي ما انتم شايفين انا كده ضربت كل المكونات بتاعتي، وطبعا بخدمها كويس جدا جدا. العجينه بتاعتي ما فيهاش اي سوائل، يعني نضربها كويس جدا 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 عشان نقدر نشتغل فيها ونطلع معانا السابليه حلو. العجينه بتاعتي اهي شايفين متماسكه، يعني طريه في ايدي ومش بتلزق. طيب تمام، هنعمل ايه؟ هنريحها ونغطيها بالاسترتش الغذائي لحد لما نيجي نشتغل. العجينه بتاعتي ريحتها حوالي 10 دقايق، مش اكتر من 20 دقيقه في الثلاجه، بس قبل ما احضر القوالب. زي ما انتم شايفين كده معايا القوالب بتاعت الميني تارت، ومعايا القطاعات، ومعايا كمان الميزان عشان هشتغل بقى للميني تارت. بعمل القطعه 8 جرام، بعمل حجم قطعه التارت 8 جرام مش اكتر من كده، ودي بتبقى حلوه جدا جدا وبالظبط على قد التارت. هرمها بقى بخلة الشيش طاووق وهخلص كل الكميه، ونروح بقى نعمل تاني صنف معانا دوت البابلز. بعمل 4 كور، كل كوره حجمها 5 جرام. تمام. وهكورها كوره زي البليه كده، وهحطها وارصها واحط ال4 قطع جنب بعض زي ما انتوا شفتوا كده. تمام. انا طبعا مسرعه الفيديو شويه عشان خاطر ما اطولش عليكم الفيديو، عشان الفيديو فعلا طويل. باخد بقى زي ما انتوا عارفين كده 4 كور وبكورها بالطريقه دي كده، وهبدا احطها في الصاج بتاعي او الصينيه بتاعتي، وبرص ال4 كور جنب بعض. تمام. هكمل بقيه الحجم الكرات بتاعتي. تقدري برضو لو مش عندك ميزان تعمليها بالنظر كده، يبقوا الكور كلها قد بعض. تمام كده. هخلص كميه البابلز معايا وهرجع نعمل السابليه اللي بعد كده، او صنف السابليه او تشكيله السابليه اللي بعد كده. قطعه من العجينه وهحط تحتيها المفرش او كيس بلاستيك، وهحط فيها كيس بلاستيك وابدا افردها بالشكل ده عشان نقطع القطعات العاديه. معانا بقى اشكال كتيره من قطعات السابليه هنقطعها بالشكل دوت. تمام. ومن كل شكل هنعمل لازم نعمل 2 عشان واحد فوق وواحد تحت، وانتي بتعملي الاشكال خلي بالك انتي تعملي عدد زوجي. تمام. هنخلص بقى اهوت عملتها. هنبدا الشكل التاني، ده شكل مدور. تقدري تستخدمي اي قطعات ستانلس مدوره، قلب، نجمه، اي حاجه عندك تقدري تشتغلي بيها. نخلص كل الكميه بقى وهندخله على الفرن متسخن على درجه حراره 170. هياخد اللون الذهبي الجميل، وهنسيبه لما يبرد تماما، وبعد كده هنشوف التزويق بتاعه. ده تاني شكل المدور. عندي شكل اللي هو زي الشوكولاته الباونتي، اي شكل. خلاص نيجي بقى لوقت التزيين. معانا البيتي فور بتاعي اما طلعته حطيته في علبه محكمه الغلق لحد لما اجي ازين بتاعه. عندي بقى البابلز، هنبدا ونقول بسم الله. ممكن نشتغل في البابلز الاول، لا خلاص هنشتغل في البونبون. تمام. عندنا بقى قوالب سيليكون، في قوالب المفروض ميني الاوريو، انا ما كانتش متوفره عندي. انا عندي الاوريو الكبير
ودي طبعا انا استخدمتها، قلت هجربه معاكم بقى واشوف، بس بجد طلع تحفه. ان شاء الله باذن الله هعمله معاكم في حلقه مخصوص بالاوريو بقى، القوارب الاصغر شويه، عشان تدي شكل كمان اجمل، وتقدري ان انتي تاكلي الواحده. بجد هي الواحده من الاوريو الكبيره دي مش هتقدري تخلصيها. انا يعني بجد تقيله جدا وتحفه، فمن جمالها ومن كتر ان هي دسمه جدا ان انا ما قدرتش اخلص حتى نص واحده، كان اكلت ربعها بالظبط. حطينا بقى شوكولاته كده ونزلنا الشوكولاته اللي فاضله في القالب بتاعنا. معانا حشوات بقى زبده فستق اللي هي البيستاشيو طبعا، ومعانا هنحط بقى كده بعد ما حطينا الشوكولاته وغلفنا القالب من تحت ونزلنا الشوكولاته الزياده، هنحط كده بقى حاجه شويه من الحشو بتاعنا وعليها واحده مدوره من البسكوتة السابليه، ونقفل بشوكولاته. تمام. لو القوالب بقى كانت صغيره فكنت هيبان لك اكتر من كده. الحشو بتاعنا عباره عن ايه؟ انا عندي جناش شوكولاته بيضه بيتي معمول. تمام. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم اللينك للحلقات القديمه ليه، وكمان انا عملته تاني في حلقه ومصوره، وان شاء الله هنزلها لكم قريب. فهاخد بقى معلقتين من نجيب بقى اطباق صغيره، هناخد معلقتين ونحط عليهم معلقتين من زبده اللوتس، وبعد كده برضو هناخد معلقتين ونجيب معلقتين من زبده الفستق او البيستاشيو ونقلبهم مع بعض. والكندر نفس الموضوع برضو، صوص الكندر، ونحطهم على الجلاش الابيض. دي حشوات تحفه، تقدري تحطي بقى بلوبيري، مربى، اللي انت عايزاه. هنيجي بقى نزوق بقى بعد سبت بقى البونبون بتاعي يمسك بقى في التلاجة شويه. هجيب بقى كل بقى بسكوتين شبه بعض، ادخل بينهم في النص كده، احط ممكن زبدة فستق واغطسهم في زبدة الفستق، نعمل كام واحدة كده بشكل البيستاشيو بيدي لون حلو. وعندي بقى لعب شوكولاته كده ترانسفير انا عاملاه مدور، وعامله ورق شجر ومربع، طبعا بحط كل واحد على الشكل المتاح ليه. هاجي بقى كده اخد مثلا المربع دوت واحطه في الشوكولاته طبعا، وبلزق بشوكولاته، مش بلزق بمربع عشان العجينه بتاعتي ما ترطبش بعد كده. تمام كده. بحط بينهم بالنص نقطتين من الشوكولاته البيضاء او الشوكولاته الحليب او البيستاشيو، وبلزقهم وبعد كده بغطسهم في الشوكولاته. وزي ما انتم شايفين انا عامله بقى شويه لعب كده، وهنشوف الشكل النهائي. عندي بقى البابلز الجميل ده، سابليه البابلز، هننزل بيه بالشوكولاته، هنعمل شويه بالشوكولاته حليب وشويه بالشوكولاته الوايت او الوايت شوكولاته. هناخدها كده ونصفيها، وبرده مجهزين صاج عليه ورقه زبده او عليه اكياس ثلاجه عادي، بتفتحيها عادي وتفرديها، برضو بتحافظ لك على الشوكولاته، ولو في اي حاجه بتنزل زياده لما الشوكولاته بتنشف بتقدري تشيليها وتستخدميها بمنتهى السهوله. هنحطها بقى كده في الصاج، وبعد كده هنحشي بقى التارت بتاعنا. هنخلص كل كميه البابلز ونشوف اخر حاجه معانا اللي هو ميني التارت او تارت السابليه بحشوات معانا كتير مميزه بجد، وبرضه من الحاجات اللي في السابليه بتبقى تحفه وطعمه جميل. ان شاء الله باذن الله الفيديو بتاعنا النهارده مليان حاجات حلوه، يا رب تكوني بتستفيدي ومستمتعه بالفرجه معايا. هنجيب زي ما قلت بقى الحشوات بتاعه السابليه التارت، وهنبدا نحشيها. هي عباره عن نوتيلا شوكليت ونوتيلا وايت، كمان كيندر، صوص الكيندر، معايا مربى الحليب. هحطهم بقى في الاكياس التزيين، وابدا اعمل اشكال كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده، بتدي تيست حلو قوي. هنخلص كل الكميه ونقدم بقى السابليه القمر بتاعنا النهارده. وده بقى الشكل النهائي للوصفه بتاعتنا النهارده، السابليه بتاعنا احلى من احلى محل. اتمنى يا رب الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتك. لو عجبتك الفيديو وعجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. ودي كانت اخر حلقه من حلقات النواعم، اتمنى يا رب كل الحلقات تكون عجبتكم. هسيب لكم لينك الحلقات كلها في صندوق الوصف، وبجد جربيه ومش هتندمي. واشوفكم في حلقات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل سنه وانتم طيبين.